من بيرسون، اسمها بيرسون يعني. عندي رهاب اجتماعي ودائما أفشل نفسي وما أعرف أتعامل مع الناس، أريد حل. الشغلة الوحيدة اللي تكسر هالموضوع بالنسبة لي خطوات، مثل ما نقول. أول مرة حاول الطب جروبات شاتات، او مو مهم انه بالضبط تكون بهالحاله. ليش دا احاول اخذ خطوات؟ لان انا مريت بهيك شيء بالذات. اي انت انا ما عندي رهاب اجتماعي، انا كنت اني مو كان رهاب اجتماعي بقد ما انه ما احب اختلط بالعالم نهائيا. ما احب اختلط هو مسمى لاخ بالضبط بس الفتره من حياتك راح تحتاج تختلط بيهم، فشون تبني هاي القدره انه انت تختلط بالعالم بشكل طبيعي بس بوقت محدد وترجع لمكانك المفضل اللي هو انت بوحدك او منعزل. اخذ خطوات بالبدايه، طب بشاتات، طب جروبات، اثبت شيء يكون بس كتابه بدون تعامل وجه بوجه، لان اللي عنده رهاب اجتماعي او اللي يحب ينعزل اصعب شيء له الوجه الوجه، وما راح يكون شخصيته لان هو وجه بوجه، بحيث ما صعب يتعامل ويا ردات الفعل. فتبدين بالبدايه بس بحكي شات، اكتب كومنت على فيديو، طب جروب دي يتناقشون في موضوع، منتدى، اي شيء. وراها اذا اكو مكان انت بكليه او بمدرسه، شوف ناس انت تريد تختلط وياهم. لا اختلط ويا احد، لا مو رأسا الانتقاله من تختلطين. هو ابو الرهاب الاجتماعي صعب يلقي تيبه، مو تيبه، بس شايفه من تقولين اني هذا الولد والله يعني ستايله مثل ستايله، اريد اكون صديقي. شايفه شلون؟ فقريب له، مو من ناحيه عنده رهاب اجتماعي، نو دا يسمع نفس الاغاني، دا يلبس لبس قريب على لبسي، مهتم بالرسم وانا اهتم بالرسم. فاكون صديقه شويه. بهالحاله كبرت الدائره مالتي، اختلطت وياه، من اختلطت وياه راح يعرفني على صديقه. بديت اطب الاجتماع، مجتمع مال اصدقاء صرنا او جروب صرنا. بدت شوي تكبر الدائره مالتي، لحد ما ذاك الوقت اقوم اتعامل ويا ناس مختلف الاراء، مختلف الوجهات النظر، مختلف الشخصيات. وخاصه اذا كنتوا بالخارج، فاهل شيء راح يفتح لكم باب انه تختلطون بجنسيات مختلفه اكثر بعد، بمختلف الاطباع والتقاليد. فيعني هذا الشيء راح يكبر اكثر. فتاخذين الموضوع بالنسبه لي شلون طلع من عنده خطوه. ولحد الان اني زوزة تعرفني افضل اكون بعيد عن العالم، بس بنفس الوقت مو معناها اتجاهل العالم نهائيا. لحد الان انا اصلا تعرفني هسه زوزة، اذا تجي خاصه بالقاعه يمكن اعرف 3/4 القاعه حرفيا، مع العلم انا ما احب اختلط باحد. بس ليش؟ لان عندي اوقات احب بيها اختلط بالعالم، اريد اوازن، لا اكون منعزل. لان انا افضل الانعزال، بس بنفس الوقت انا اعرف انه الانعزال غلط. صح. فشلون اكسره بدون ما اذي نفسي؟ مو معناه طول الوقت اهمل نفسي وما انطي عندي الوقت اريد انعزل، اقعد العب شخصيتك وبنفس الوقت تكسر شيء لان تعرف انه هو غلط. فاوازن بين الاثنين، لا اكون اني بس الشخص اللي لازم دائما 24 ساعه طالع و24 ساعه ويا عالم، ولا منعزل طول الوقت. اوازن بيناتهم. صح. لو مر الانسان بظروف وبعدين صار شيء حلو خلاه ينسى التعب، واعتقد انه هو تعوض واخيرا من كل الخسارات، بس بعد فتره صغيره اكتشف انه هو ما تعوض ورجع انكسر مره ثانيه، وهكذا تكرر الشيء اكثر من مره، صار ما عنده ثقه باي شيء وتعبان نفسيا. شنو اللي لازم يسويه؟ من واحد او وحده اسمها كاف. برايي اني سوري تريدين تحكين شيء الاول؟ برايي اني وعن تجربتي الشخصيه اجين انه الكسرات ما راح تنتهي، اللي تريد تسميها جروح، تريد تسميها صدمات، لا تتوقعين فد يوم من الايام تقولين اني تعوضت او اتعوضت اني وهذا وانتهى الشيء، كل شيء وحياتي راح تكون مثاليه. الكسرات ما تكون بس من حبيب او حبيبه، الكسرات بالدنيا، لان الدنيا هي حرفيا مثل ما نقول هو سوري على الكلمه بس ايدها والنعال. الحياه ايدها والنعال،
يعني قبل كانت دروس بسيطة، بس كل ما تكبر بالحياة، كل ما تنعزل أو كل ما تنضج، كل ما تكبر بالعمر وتنضج بدماغك وبتفكيرك، حرفيا راح تشوف الحياة ايش قد قاسية. فراح تنصدم وراح تواجه كسرات. مو يجوز مرات مو لأن الشخص المقابل مو زين، أرجع أقولها، لأن بالنسبة لي الحياة مو أبيض وأسود، هواية أكو تدرجات بيناتها، بس الكسرة تبقى كسرة. فالكسرة اللي راح تأذيك لا تتوقعها انه راح تعوضك او راح تعوضك وتقول في يوم من الايام اني حياتي راح تنتهي وتصير مثالية وهذا وتعوضت اني لان واجهت كل شيء مو زين بحياتي، فهسه اني هسه الدور اللي اني هسه راح ارتاح. الراحة ما راح تجي، راح تجيك راحة بس تبقى الايام صعدة ونازلة، تبقى الايام حلوة ومرة. راح تجيك كسرات مجرد انه يكون قوي لدرجة انه الشخص الوحيد اللي ما تتوقع يكسرك هو نفسك. اني هسه انا مو علاقتنا احنا شقد اثنيناتنا كلش حلوه وكل زين وها، بس ابقى اتاذى من عندك وابقى اواجه كسرات، وانت هم تبقين تتاذين من عندي وتواجه كسرات. مو لان انا اريد اذيك، بس مرات تمر بمواقف انه يعني انا تصرفت بطريقه غلط او سويت فد شيء غلط، او حتى لو انه انا تصرفت بطريقه بالنسبه الي صح بس بالنسبه الك غلط، هاي كسرتك بهالحاله. فالكسرات ما راح تنتهي، الدروس ما راح تنتهي، مجرد انه اذا مريت بكسره اخذ الفتره اللي انت تريد تتاذاها او اخذ الفتره اللي تريد تتاذيها، بس حاولي وراها تتعلمين من عندها. لا تكرريها بنفس الطريقه، يجوز تتكرر بغير طريقه، يجوز تتكرر او الكسره راح تحسين بنفس شعورها بس بغير موقف، بس على الاقل اتعلمي منها. الدرس اللي يجيك اخذي منه النتيجه. هم هاي الناس المشكلة انه هم يشوفون الكسرات على انه هي دا تجيهم بدون سبب، بس هم لو شوية يدققون بالموضوع، هو رب العالمين دا يدزلهم اياه السبب انه تعلموا انه تختارون صح، تعلموا تسووا الشيء الصح. انا دا ادزلك السبب اكثر من مرة، هو مو اني دا اريد اعذبك، بس لازم تختار صح. هواية جتي يعني دروس إلي وما كنت انتبه لها، بعدين من بديت انه ازيد طريقة الوعي ما تفكيري، قمت انتبه انه رب العالمين بكل مرة دزلي نفس الشيء ونفس الدرس دا يريد ينبهني، نفس الخيبة اللي دا يريد ينبهني، نفس الانكسار، نفس الشيء. زهران انتبهي، انت دا تسوين الغلط مو الشخص المقابل. مو انا عاجبني انه دا اعذبك، حاشا لله، يعني انه انا عاجبني دا اعذبك واذيك وادخلك بنفس الموقف. اكو شيء غلط دا يصير انت لازم تصلحيه. اتعلم من اللي دا يصير، او تعلمي من اللي دا يصير لك بالمره الجايه، من حتبدين من الصفر اتعلمي شنو الشغلات الغلط اللي انت سويتيها وتعلمي منها واختاري الشيء الصح. وهمين ورا ما تسوين هالشيء هم حتجيك خيبه امل ثاني مره وتنكسرين ثاني مره، وهمين ترجعين تتعلمين. وحتى ورا ما تلقين الشيء صحيح ظلي وحتجيك خيبات. ماكو شيء جاهز وحار مقسم ورخيص. مو بس هاي، راح تتفاجئين بنفسك قد قويه من تعبرين كل هالخيبات والكسرات. كلش خلي ببالكم شغله، وهنا اكو كلمه يقولوها او مثل يقولوا يستخدموه، انه ماكو ضوء يجي اذا ماكو ظلام، وماكو خير اذا ما تعرفين الشر شنو. فكل شيء مو زين ينطيك شيء زين. فهنا السالفه من الكسره، صح هي كسره، بس كسره اول مره ما راح تكون بقوه كسره ثاني مره، ولا قد ما تكون كسره ثاني مره كبيره. وراح تشوف مو سبب لان الكسره انه صارت تافهه، يجوز اقوى من اول مره. بس مو هي هاي المشكله، الناس ما ينتبهون على هالشيء، الناس ينتبهون على الاذى وانه انا اعيش دور الضحيه وانه انا ابكي. هذا همين يعني بليز، كنا نمر احنا بشغلات تكسرنا وتخلينا ما نثق بالشخص المقابل او ما نثق بالشغله اللي احنا نسويها. بدل ما تقعدون تونون وتبكون
وتلومون وتقولون ليش يا رب العالمين، ليش انت سويتها للمره الثانيه، مو اني سويت كل شيء صح. خلص بدل ما تلعبون دور الضحيه شوفوا انتم شنو، تعلموا منها، لان حتقويكم. مثل حسب حال اللي شلون اقولها، يعني هو مثال بعيد بس انا هيجي اشبهها. شايف اول مره من تريد تجاوب واحد ما احترمك، اتذكر والله اللي حدث اني هيجي لما اريد اجاوب فد وحده ما احترمتني، كان جسمي دا يرجف، ما عندي كانت الجرأة انه احكيها، فجسمي كان دا يرجف. ورا ثاني مرة قلت، ورا هسه قمت قبل ما هي تبدي انا ابدا طلعت لها جملة حطوا خلت اوكي انزعلنا على بس وجهي. لساني حطوا له، مو انه بالفشار شو، انما لصمتها لصمة بطريقة مؤدبة، قمت تعرف شلون ارد بطريقة مؤدبة وراقية، بس الصم حرفيا اللي قدامي. زين هي نفس الشيء، بدل ما اني اقول شوف انا ايش قد احاول وهمين ارجع انكسر من الناس، والناس دا تدوس على حدودي ومتى تحترمني، والعب دور الضحيه وابكي للمره ال40، اعرف شلون اتعلم. بس مو هي هنا السالفه زوز، يعني اريد اضيف شغله واحده، حكيك كلش حلو، بس اريد اضيف شغله واحده، انه مو معناها انه انت تكون او تكوني لا تعيشين دور الضحيه معناها انت لو قد ما تكون الاذيه قويه انت توقفين وراسا قويه وانت اضبط وحده وانت فرحانه. لا، اخذي وقتك، حسي بالالم، بس لا تحسين بيه طول حياتك، لا تظلين تبكين عليه طول حياتك، تلعبين دور الضحيه طول حياتك. اخذي وقتك، ابكي ولطمي شو تسوي، بس خلي ببالك بالضبط، خلي ببالك انه لازم بساعه بيوم من الايام، باسبوع من الاسابيع، بشهر، انه انت عندك الوقت اللي تريدين لازم تطلعين من هذا اللي بي، ومن تطلعين من عنده تكونين حاسب كل الالم وعبرتي. هسه وقت الدرس اللي تتعلمين من عنده. شنو تعلمت؟ اوكي 1 2 3 اوكي خل ابدي، وخلي ببالك نقطه، ما راح تنتهي دروس الحياه، ولا راح تنتهي خيبات الامل، ولا راح تنتهي الناس المزينه بحياتك، حصلتوا هي هاي الحياه. اوكي من كاتي، ممكن تروحون شلون الشخص يتصرف اذا كان الاهل الأم والأب مشاكل مستمرة، نفسيتي كلش تتأثر، حتى تأثرت بدراستي بهذا الشيء، بهذا الشيء، للعلم المواضيع تافهة وقديمة اللي يتعرفون على مودها وتصير مشكلة كلش كبيرة. شكرا لك والغزوان. خلي أقول لك الشغلة، لفترة طويلة من حياتي أنا كنت ألوم أهلي وكنت ألعب دور الضحية بدون ما أوعى، وهو أنا صدق كنت ضحية، يعني ما دا أكذب، حتى أنتي يعني ما حد إلا الحق إنه يعيش طفل بهيك جو. أوكي بس وصلت مرحلة من حياتي، حبديش من البداية حتى أكمل الموضوع اللي أريد أوصله، إنه قلت حتى لو أنا أروح هسه أواجه أمي وأبوي أقول لهم أنتوا السبب باللي أنا دا أمر بيه، ما راح يقولوا لي إحنا آسفين ونعتذر. فاللي أريد أقول لك إياه، حتشوفيها تافهة أو حتشوفيها صعبة حسب عقلي، يعني المايند سيت مالتك. عزلي روحك، مو عزلي روحك يعني سديني الباب، لا، عزلي عقلك. أعرف هالشي صعب، وأعرف ده يأثر عليك، وأعرف إنه ده تنهارين، وأعرف إنه ده يأثر على نفسيتك، وحيأثر على زواجك، وحيأثر على أطفالك، وحيظل. بس بما انه انتي هسه بعدش اتصور عازبه لين تقولين دراستي او شيء، او حتى اذا مو ما عندي جهال، بدل ما تهتمين بالمشاكل مال الاشخاص اللي مو هم انتي، يعني الاشخاص اللي غيرك، حتى لو كانت امك وابوك واخوك، اهتمي بنفسك. ليش؟ لأن صدقيني ايش قد ما راح تقدرين انه على اساس تحلين الموضوع وتحكين وياهم وتوصليهم الحل، ما راح يوصلون الحل. هاي الطريق اللي هم اختاروها، هاي هم مسؤولين عليه، هم اللي بنوه. فانت شو تسوين؟ اطلعي روحك من الموضوع. ليش؟ لأن أنا عابرتك بسنين وبمواقف هواية، والله العظيم جتي أيام إنه أحلم إنه أنا أقعد أمي وأبوي أقعدهم الله يرحم الأمي، أقعدهم وأخليهم يصافون ويرجعون مثل ما قبل، مثل ما إحنا نريد، مثل ما إحنا نتخيل. من بديت وكبرت ووعيت وتزوجت بديت أفتهم إنه هي is not my responsibility، مو مسؤوليتي أنا أسوي هالشيء. ثاني شيء، حتى وإن جبتهم وقعدتهم واحد بصف الآخر ما راح يتصافون.
لأن هم اختاروا هالشي. هم الوعي مالتهم او المايند سيت مالتهم ما قدر يتخطى هذا الشيء، فما تقدرين انت تجين تصلحين. نقطة ثالثة او نقطة رابعة ما اعرف وين، كل ما حتشغلين روحك بالموضوع كل ما انت راح تدمرين اكثر. فبالعكس اعرف هالشيء كلش صعب واعرف كلش يأذي وكلش يقهر، بس بدال ما انه تتخلين الداير مدايرك او المحيط الخارجي ياثر بيك، بالعكس عزليه واشتغلي على روحك، لان هذا الشيء انا اعرفه مأثر بيك وحيأثر بيك بالزواج وحيأثر بيك بالاولاد وكل شيء حيأثر بيك، انا متاكده لان احنا مرينا بيه نفس الشيء. اشتغلي على روحك، عوفي مشاكل اهلك، عوفي ان هم ليش دا يتعاركون على مشاكل تافهه. انا شلون اشتغل على روحي؟ اقعد اشوف شنو اللي انا بيه غلط اذا اصلحه، عفوا شنو النقاط اللي اريد انميها او الصفات اللي اريد انميها بشخصيتي شنو هي. اقعد اشتغل على اركز بدراستي، اهتم بروحي. ليش؟ لان كل ما تعدلين من روحك ولو جزء صغير او بشخصيتك او تهتمين بدراستك او نو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش، تهتمين بروحك او تعدلين، كل ما حتفيدك بالمستقبل. حتفيدك بالمستقبل انه شلون تربين تسوين عائله انت تكونيها صح، شلون تختارين الزوج الصحيح، شلون تتفقين وياه انه تبنون علاقه صحيحه، شلون انت تكسرين الحلقه وما تعيديها ويا زوجك وتعيديها بجهالك. فبدل ما تحيرين باخطاء اشخاص ثانيين، لان خلي let's face it ترى الاب والام والاخ ترى اشخاص، يعني أنا هيك أشوفهم صح، هم أهلنا وأمنا وأبونا بس أشوفهم أشخاص. فتخيلي أنت هسه تروحين ببيت جيرانكم تحلين مشاكل بيت جيرانكم، هم المفروض يحسون ويقولون لا إحنا ترى مشاكلنا التافهة والمشاكلنا القديمة دا نأثر بيها على البيت كله، بس هم ما راح يقولون هيك شيء. ليش؟ لأن عمرهم والمايند سيت مالتهم وعقليتهم واصلة لحد معين ما يقدرون يعبروها، وهي too late إنه يقدرون يعبروها، ما تقدرين يعني. فإنه بدل ما تهتمين ابدي بروحك. أنا دا أحكيك إياها من الأخير لأن أنا مريت بكل المعاناة، إنه حلمت إنه أصالحهم، حلمت إنه أواجههم وأقول لهم أنتوا ليش دمرتونا، أنتوا ليش هيك سويتوا، أنتوا ليش هيك سويتوا. والله العظيم والله العظيم حتى لو صارت لي فرصة وإنه أواجههم ما راح كان ألقي أي حل ولا ألقي أي منطق بالموضوع من الإجابة مالتهم. فجايت لك أنا من الأخير اختصرت لك الموضوع. لا تهتمين بأي أحد، اهتمي بروحك، ركزي بروحك، ركزي على شخصيتك، ركزي على المايند سيت، لأن كل ما تشتغلين على روحك كل ما حتلقين الشخص الصحيح اللي تكملين حياتك وياه، كل ما تبنين العائلة الصح، كل ما حتربين أولاد صحيين نفسيا. هي انت حرفيا قلت اللي اريد اقوله. انا مجرد انه اذا من ناحيه انه طريقه شلون ما اهتم او شلون ما تهتمين، استغلي هذا الوقت، وقت المشكله، وقت التنافر. اذا عندك غرفه خاصه روح بغرفتك، اذا تسمعين اغاني خلي سماعات، اذا ما تسمعين اغاني حاولي تسوين فد شيء انت يريحك او تعتبريه مثل ما يقولوها الكومفورت زون مالتك. تحبين ترسمين، تحبين تباعين مسلسل، ثانك يو. تحبين تباعين مسلسله، تحبين ترسمين، مجرد خلي ببالك انه القي في الطريقه ما يوصل لك صوتهم من دا يتعاركون، سدي بابك لحد ما تفضل الامور، وراها راح يسكتون، واحد ما يحكي وياه. كملي اللي تريدين تسوي، مسؤوليتك مو انت تصلحيهم، مسؤولية نفسهم هم يصلحون نفسهم. ثانك يو. ثانك يو. فمسؤوليتهم هم يصلحون نفسهم. لأن هذا اللي هسه المشاكل صح انت جزء تشوفيها مشكلة تافهة، بس هي صراحة مو مشكلة تافهة، هاي تراكمات مشاكل تافهة. اللي النقطة الأولى اللي حكينا فيها من العلاقة إنه ما صلحوا هاي التراكمات، فانتهوا واحدة مثلا يا يطلقون يا ينتهون، اللي هسه أهلك اللي فيه، واللي هي 95-98 من أهالي الوطن العربي كلهم الجيل القديم. كل شغلة تكون مطلقة أبد، بس شنو أنا أبقى حياتي وحياة جهالي وحياة
هاي ماما زوزي أحبك. سؤال: ليش أنت ما عشتي بالعراق، ليش بأمريكا؟ مجرد جتنا فرصة وطلعنا. احنا بالعراق احنا بدينا بداية بسيطة جدا، وكنا عايشين يعني بوضعية يعني كانت الحمد لله مكفية بس على القدر كلش. فمن جتنا الفرصة انه نطلع لأمريكا طلعنا. فيعني مثلا كان غزوان مدرس بالنهروان وانا كنت بدون شغل زين، فراتبنا 400,000 تتذكر؟ زي 600,000 ل 400,000. راتبي كان 500 وشويه. اي خلاص. واجار الشقه كانت 350 ل 400. فكانوا حتى اهلنا والدتي كانت تدفع جزء من الاجار. وامي تنطيني الله يرحمها كلش كم شهر. فمن جتنا الفرصه يعني اكيد ناخذها، وين نروح يعني؟ لا بيت عندنا، لا سياره عندنا، لا شو اسمه. فالحمد لله جت الفرصه وطلعنا. هذا السبب الوحيد. خلي هسه نحكي وحده من الاسئله اللي انطرحت على وحده من الفيديوهات مالتنا. اي هذا الموضوع او هاي اريد اقولها شغله، وراح تفتح هواي شغلات، او راح تفتح هواي اراء، وراح تخلينا نستخدم هواي كلمات يجوز راح تكون ما حلوه، بس افتهموها، رجاء افتهموها. هواي تجينا تعليقات على الفيديوهات مال اليوتيوب انه انتم اكثر من واحد، يعني اقصد من اقول هوايه بس اكثر من واحد، يعني 5 تعليقات 6 تعليقات تقريبا تكررت بين الفيديوهات، انه انتم بناتكم ليش يحكون انجليزي بالبيت، او ليش يحكون انجليزي وتحكون وياهم انجليزي، وليش ما يحكون لغه الام. اريد اخلي اذني لغه الام ولغه شو اسمه اللغه العربيه. ووحده انجلطت بسبب فيديو، اتخيل ما اعرف صارت حاله اغماء هيك شيء، اتخيل جديات. لو انا جاوبتك قلت له بعد لا تباعيني العاد. اريد اقول لكم شغله تخلوا، وراح نعيدها يمكن هالمره مليون. مينا وديما اثنيناتهم يحكون عربي، واثنيناتهم يفتهمون عربي، بس يختارون يحكون بالانجليزي، واحنا نحكي وياهم انجليزي لسبب، والسبب كلش بسيط، بس لو شويه تكبرون عقلكم راح تفتهمون. تفكرون بيها. بس احنا كبار، واذا نحكي بلغه ثانيه ما نكون مرات على شخصيتنا. اذا نحكي بلغه ثانيه، اذا نحكي بالانجليزي، او اللي عايش بتركيا يحكي تركي، او اللي عايش بفرنسا يحكي فرنسي. من تحكي لغه غير لغتك وما تكون انت قوي بهاي اللغه، اول شيء ما راح تقدر تاخذ حقك. ثاني شيء راح تكون خجول وخايف انه تغلط بالكلمه والمقابل يضحك عليك. ثالث شيء انه انت شخصيتك ما راح تكون نفسها شخصيتك والثقه اللي انت تحكي بيها من انت تحكي بلغتك، اللغه العربيه او اللغه الام مالتك. فمين وديما نضطر نحكي وياهم انجليزي، وردنا نعلمهم انجليزي وخاصه بالبيت. ليش؟ لان ردنا نكون شخصيتهم باللغه الانجليزيه، حتى من يطلعون برا للمجتمع يتعاملون بلغه المجتمع. اكو فرق بين يعرفون عربي بالبيت وبرا يتعلمون الانجليزي. ما اريدهم يتعلمون برا الانجليزي، لا، خلي يتعلمون العربي بالبيت. يتعلمون من الكرتون. احنا حتى بالكرتون اللي نباع يمينا نباع ماروكو، نباع سندباد، نباع ونسولف انا وسوسه، حكينا انا وياهم مو بالانجليزي، بالعربي. ومينا وديما اثنيناتهم يفتهمونه، بس يجاوبون يختارون بالانجليزي، لان احنا من نحكي وياهم بالانجليزي. هاي اللغه السائده بهالبلد، فاكيد نحكي بيها حتى تبني ثقتهم حتى برا. لان خاصه اذا اكو شغله ما تعرفوها، اخطر مجتمع بامريكا هو مجتمع المدارس. اخطر مجتمع هو مجتمع المدارس. فاذا شخصيتهم مو قويه يندمرون ويتعرضون للتنمر. فاني اريدهم افضل. لا، صديقة كايلا تتذكرها من امها قالت صديقة مينا كان عمرها 3 سنين، كانت تقول انا كلش فرحانه انه مينا صديقة كايلا، لان كايلا تحكي جابانيز او ياباني، بس خطيده تتعرض للتنمر لان ما تعرف انجليزي. صارت 3 سنين. فالقصد قصد انه قبل ما تحجون. وهاي وحده قالت انا متحمله اشوف 3 دقائق من الفيديو. لا، هي بعد ترى لحد هسه الاسعاف موجودين. اوكي، يعني جلطات الحمد لله. زين، شخصوا الحاله بسبب الفيديو مالتنا. من كنت حامل ظليت اسرج انه اشوف شنو الطريقه الاصح حتى يتعلمون اللغتين، وكلهم اقروا على شغله واحده، انه لازم اللغتين تنحكي بالبيت، لا نعوف العربي ونحكي انجليزي، ولا نحكي انجليزي ونعوف العربي، فنحكي اللغتين.
ايش قالت ام السبيشالست اللي هي الاخصائيه مال حكي للاطفال؟ قالت الافضل انه الشخص الام والاب يختارون كل واحد لغه ويمشون بها حتى الاطفال يربون على اللغتين. فاتفقنا انا وغزوان، انا احكي عربي وهو يحكي انجليزي. فمن يوم اللي ديما ومينا يجول الدنيا انا احكي وياهم عربي، غزوان يحكي وياهم انجليزي. هاي شغله. بالتالي لما رحنا احنا لبلجيكا ومينا وديما شافوا ولد اختي يحكون فرنسي عربي، فاثنيناتهم اضطروا يحكون عربي. مينا تتذكر ما صورت لك الفيديو؟ اتفاجأت ورا يومين لسانها انفتح فتحه على العربي، بحيث انا ظليت صافنه عليه انه انا ما متوقع انه هي عندها هيجي كلمات حافظتها، يعني تحكي حالنا لان ما كان يعني صار لها واهز او صار لها دافع انه لازم تحكي عربي. فهذا احنا اللي اختاريناه، فاحنا نحكي عربي. هسه تشوفون اذا نحكي ويا مينا وديما يفتهمون بالعربي بس يجاوبونا بالانجليزي. ليش؟ لان هي اللغه السائده، هي اللغه العامه اللي بالبلد، فاكيد يحكون. لو احنا هنا فرنسي اكيد يحكون فرنسي، هذا الشيء بديهي. فقبل ما انت تتنرفزين وقبل ما انت يعني يصير بيك حاله نفسيه من الموضوع، افتهمي ليش احنا نسوي هالشيء. عداها احنا مرات نختار انه احنا نحكي انجليزي، وخاصه اني غزوان عنده شغل وعنده يعني يحكي ويا الامريكان هوايه. انا بالنسبه لي ما مختلطه وما عندي شغل هوايه، فاضطر احكي ويا غزوان ويا بناتي ببعض الجمل وبعض الايام بالانجليزي حتى ادرب روحي تصير انجليزيتي سهله. وبالتالي الحمد لله لما بديت هاي الميثود او بديت هذا الطريق، قمت صار عندي اصدقاء اجانب، اصدقاء مكسيكان، قمت اتحاور وياهم بسهوله. ليش؟ لان اني اوريدي بالبيت دا يصير عندي اكسر الحاجز ويا زوجي ويا بناتي حتى يساعدني احكي ويا الاجانب. فاني مثل اللي استغليت الوضعيه انه هيك، بس بنفس الوقت احنا بعدنا انا حاب من اصير عصبيه بسرعه اقلب عراقي زين، بس استغليت هيك لان اني استفاد من الموضوع. ثاني شيء وصلت لمرحله ان هم يفتهمون عربي، ومو بس احنا ما نحكي عربي، احنا نحكي عربي دائما نحكي عربي، بس مرات تصدف لي انجليزي. فانه ارجوكم انه لما تشوفون فيديوهاتنا إذا عندكم أي تعليق أو أي شيء أو أي سؤال على فد نمط حياة إحنا دا نسويه، اسألوا بطريقة حلوة قبل ما تسألون بطريقة انتقادية، وخلي عندكم لباقة بالحكي، لأن هذا اللي يميزكم عن الناس البقية اللي التافهة المتخلفة. فلما هاي البنية أو هاي المرة اللي دزت، أنا ما تحملت أشوف أول 3 دقائق وهاي قلت لها أنا بسرعة جاوبتها، قلت لها حبيبتي لا تباعين، إذا ما عجبك لا تباعين. مع تحياتي ماما زوزي سويت لها لا تباعين، إذا أنت هيك حصر بيك رجفة وشي لا تباعين. إحنا ما جايين نشوفكم انه احنا نحكي انجليزي. هوايه من المتابعات مالتي قالوا انت تحكين كلش زين انجليزي، بس ليش يعني اللي نحبه بيك انه انت ما تعوجين حلقك عفوا على اساس انه تحكي انجليزي. عفوا هوايه ناس يدخلون الانجليزي من ضمن الحكي مالتهم على اساس انه ها شوفوني انا احكي انجليزي. فاحنا ما نسوي هالشيء نهائيا، ولا يهمنا انه نبين نحكي انجليزي لان هي لغه. يعني انا مدى اشوف بالكاديلاك مالتي. خلص التصوير مال الكاميرا، فبس نريد ننهي الفيديو. اتمنى حبيتوا هذا الفيديو. كتبوا لنا اسئله بعد هوايه اذا هنا او كتبوا لنا اذا تريدون بعد تعرفون اكثر شيء حتى نجاوب عليها بالنهايه. وان شاء الله بودكاستات جايه بقيه، شوفوا وين بالبيت بالحديقه حسب المكان اللي حسب المكان. اتمنى حبيتوا هالشيء. يلا نشوفكم بعدين. باي. يلا بيب شنو تتخيل هي شنو قلت لك لي قدام شنو هي الحديقه اليابانيه؟ يس ايوه بس هي صدق هاي كلش حلو والله. يا تذكر انا من قلت لك صار يمكن قبل 4 سنين وهيك شيء. غزوان كلش يحب اليابان اوكي، فمن شفت انه عرفت انه احنا عندنا حديقه بدالاس اسمها الجابانيز جاردن او الحديقه اليابانيه، نريد نروح لها وهسه حنروح لها. شو رايك؟ متحمس لو لا؟ متحمس. انا اتحمس على مثل هذا مثل الراس.